سافر فريد شوقي في جولة فنية مع فرقة الريحاني، وكان بيبعت وقتها لهدى سلطان جوابات كتير قوي، لكن هي ما بتردش عليه بدون سبب. وما كانش فيه أي مشكلة حصلت بينهم قبل ما يسافر. وبعد رجوعه استقبلته استقبال فاتر جدا، وافتعلت مشاكل كتير وقتها، وفريد ما كانش عارف ايه سببها. وفجأة وبدون مقدمات وبدون مشاكل تطلب هدى سلطان الطلاق. نزل الخبر ده زي الصاعقة على فريد شوقي، وبعد سلسلة طويلة من الشد والجذب والمحاولات من فريد شوقي إن كنت ناسي أفكرك، أنا كان غرامي 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 بيسخرك. واتدخل وقتها كل المقربين منهم، حتى أمه اتدخلت لإقناعها، لكن كل المحاولات فشلت، وفضلت هدى سلطان مصممة على الطلاق. وبعد انتهاء شهور العدة اتجوزت المخرج حسن عبد السلام. حكى فريد شوقي في مذكراته اللي كتبتها الكاتبة والناقدة إيريس نظمي وإعادة نشرها دار ريشة إنه عاش بعدها مرحلة من الضياع، كان زي التايه اللي ضل الطريق. فقد كل شيء، حماسه، رغبته في الشغل، ما بقاش بيروح مكتبه